اخباركم ايه؟ يا رب جميعا بخير. النهارده طريقه عمل كفته بانيه حلوه جدا، هتعجبكم قوي وسهله. خلونا نبدا على طول، بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. اول حاجه احنا هنحتاج نسلق رز. دول كوبايه ونص من الميه سخنه، نزلت عليها بربع كوبايه بس من الرز الابيض المصري العادي، وهسيبه يستوي فيها لحد ما يعجن كده. يعني احنا هنسلقه عايزينه معجن. دول ربع كوبايه بس من الرز الابيض المصري. عندي كمان بصله هقطعها مكعبات رفيعه، براحتكم يعني تقطعوها كده او تقطعوها في الكبه. وجهزت كمان بيضه ونص حزمه من البقدونس، ودول كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه هحط عليهم بس ربع كوبايه من الرز المعجن اللي احنا سلقناه ده، او حتى لو عندكم رز بايت تقدروا كمان تستعملوه. هنحط البقدونس المقطعينه، ونحط البصله، دي بصله كبيره او بصلتين وسط، وهنكسر كمان البيضه. وتوابلها بسيطة جدا: ملح وفلفل، السبع بهارات حطيت منها معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة كمان من البابريكا. وأقلب الكلام ده حلو جدا مع بعض، ومطلوب ان احنا نوصل بالقوام ده. لو قدرتوا تعملوه بايديكوا تمام، ما كانش يبقى طبعا الحل الاسهل هو الكب. كده هتبقى صعب جدا تشكيلها، فلازم تتحط في التلاجة او في الفريزر عشان تقدروا تشكلوها. لو لقيتوها لسه بتلزق، انا لان الجو عندي حر فكانت حرارتها بدأت بقى تزيد شوية، وانا كنت عايزة اخلصها بصراحة، فجبت شوية زيت ودهنت بيهم صوابعي كده وكملت تشكيل. الجو عندكم لو كويس وفضلت محتفظة ببرودة التلاجة هتقدروا تشكلوها بسهولة. الكفتة دي اهم حاجة واهم تركة فيها ان انتوا تفضلوا محافظين على برودتها طول الوقت. يعني احنا عشان نشكلها دخلناها التلاجة او الفريزر. التلاجة طبعا مش اقل من نص ساعة، او الفريزر هياخد وقت اقل علشان نقدر نشكلها. بعد ما هنشكلها كده كلها هدخلها تاني التلاجة او الفريزر لحد ما اجهز خليط التغطية ده: بيضة عليها ملح وفلفل، وثلاث معالق من اللبن. بعد ما طلعت الكفتة من التلاجة هنزل بقى في اللبن والبيض، وبعدين البقسماط، واغطيها حلو. انا بعمل جزء والباقي بفضل سايباه برضو في مكان بارد علشان ما تفكش معاكم. مهم جدا الموضوع يا جماعة ان انتوا تفضلوا حاطينها في التلاجة او في الفريزر علشان تعرفوا تظبطوها. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا، وجنبي زيت متوسط الحرارة، واحدة واحدة كده. طبعا انا بحط شوية بقليهم، والباقيين انتوا عارفين هما فين، الباقيين طبعا في التلاجة عشان برضو يفضلوا باردين. اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي قدامكم ده هنقلبها على الناحية التانية. مش عايزة اقولكم ريحتها عاملة ازاي، مغذية كمان، فيها بيض وفيها النشويات من الرز، وتقدروا تضيفوا فيها ممكن خضار مبشور بس تعصروه كويس، عشان كده السوائل هتبقى كتير قوي فيها وهتفك بسهولة. فلو تحطوا فيها اي خضار زي جزر مثلا او كوسة، تأكدوا ان انتوا هتعصروه حلو من المية. وبس. رهيبة فعلا، رهيبة بجد. لازم تجربوها، مختلفة وحلوة وطعمها حلو قوي قوي. متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش الفيديو ده لو عجبكم توصلوه لأكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم المرة الجاية.